بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى على النبي كده يا حبايب قلبي، واذكروا الله دائما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما نذكر الله كده ونسمي الله في بداية يومنا، واليوم بيعدي جميل قوي يعني بصراحة يعني. فصلى على النبي كده واذكروا الله. والنهارده بقى هيبقى روتين بسيط كده يعني، لأن من زمان بصراحة ما عملتش روتينات، فهيبقى روتين بسيط النهارده كده لحد ما نبقى نرجع للروتينات بتاعتنا يعني. اوريكم الجو بره عامل ازاي يعني، الخضرة والوجه الحسن. ف... بس بقى يا حبايبي، دي بصراحة دي يعني الحتة اللي قدامي دي حتة كده قدامنا زرعين فيها الشجر اللي انتوا شايفينه ده، وزرعين فيها جوه من جوه بتاعت في جوافة، شجرة جوافة، شجرة توت، وفي مانجا بس لسه صغير، وفيه قشطة، شجرة قشطة بس برضه لسه صغيرة، الله أعلم هتطلع ولا مش هتطلع. ده عند جيراننا بقى، ده جيراننا ده. دي بقى ايه شقتي اللي هي أنا قاعدة فيها حاليا. لسه بقى ايه هعملها وأوضبها القلة. دول لقيتها مع الراجل اللي هو بيبيع الفخار والحاجات دي، فساعة ما شفتها بصراحة عجبتني قوي، فقلت له يا عم ابراهيم جميلة جدا يعني، قلة يعني اول مرة اشوفها وكده يعني، فمنظر وعاملة زي يعني حلوة يعني. فقام عتهاني بصراحة، قال لي خديها، ما مرضاش ياخد مني تمن. ف دي هنا بقى عشان ده شباك برضه اهو. من الشباك التاني، وده قدام الباب، ده الفرن اللي انا بشوي فيه. ودي اوضة تانية، يعني الكهرباء مفيش كهرباء. ده البوتاجاز بتاعي، البوتاجاز ده البوتاجاز اللي عندي. ده بقى ايه حاجات اللي هي البهارات والحاجات دي. وده حاضر الوش. ثواني افتح الشباك. وده شباك صغير كده طار في المطبخ. وده الحمام اهو، حمام. ده الحمام، لسه القعدة البلدي بتاع زمان والحاجات دي. كان عندنا سخان غاز بس مش شغال علشان عايز انبوبة وعايز منظم وعايز شوية حاجات يعني ايه. وده الحوض، ده حوض الغسيل تمام. فيه حبة كوبايات كده من امبارح. وده حوض غسيل الوش. ده بقى البيت بتاعنا. دي باب بيفتح على فوق، على واحنا طالعين فوق، لان ايه ده بيطلع كده على السلم فوق. ودي شقة جنبنا اهي بس مقفولة، اصحابها قافلينها تمام.
الشقة اللي جنبنا بس الباب مقفول، اصحابها قافلينها عشان ايه؟ هما مش ساكنين هنا، هما ساكنين في دمياط الجديدة كلهم وسايبين البيت، محدش في البيت الا انا بس، ما مش راضيين يسيبوا البيت لحد، مش راضيين يبيعوا اي حاجة فيه. ف يلا ربنا المستعان، وربنا هو اللي يعوض كل انسان ويدي لكل واحد على قد نيته يا رب، وعلى قد نيتي اللي كنت بعملها ليهم وعشانهم يديني. فانا واثقة في ربنا سبحانه وتعالى ان هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعوضنا خير انا وولادي يعني. ف هطلع برضو دلوقتي وهوريكم الايه، وهوريكم الشقق اللي هم قافلينها يعني. بصوا بقى يا حبايبي، ده السلم واحنا طالعين السلم اهو. ده اول شقة اللي هي تحت، اللي هي الباب مقفول بتاعها تحت، دي شقة تحت اهي مقفولة برضو، مقفولة ولها عنكبوت والدنيا عاملة عليها ازاي. ودي الشقة التانية اللي هي تحت، لان شقتي تحتها يعني البيت قايم على كل دور شقتين عشان هم 4 صبيان. ده الشقة التانية اهي. نطلع كده بقى، ده شقة برضو في الدور التالت. دي كان اخوه الكبير عاملها وده السطح، وده السطح. انا بطلع انشر هنا والأوضة دي، الأوضة دي عملتها وحطيت فيها اللي هما الفرخان والبطاطين اللي انا كنت وريتهولكم مرة قبل كده يعني من زمان. احنا كنا خدنا الشقة دي اللي هي جنبنا دي، كنا اخدناها وقعدنا فيها، رجعوا تاني قالوا لنا لا احنا عايزينها ونزلونا منها يعني، عشان لما يجوا يعملوا اعلان وراثة قال يعني. ده البيت من فوق، ده انا على السطح دلوقتي بوريكم الايه، ده منظر الشجر، وده منظر الحتة اللي قدامنا اللي ايه، اللي احنا اللي لفينها، انا اللي لفاها كده يعني، عاملاها كده عشان تبقى نضيفة. دول الناس عندنا في الشارع عادي يعني. دي الأوضة اهي بالمنظر ده. هطلع بقى البتاع دي، انا عاملاها كده لان الحيطة بتنزل جير، العيال بيبقوا نايمين والحيطة عمالة بتنزل جير على دماغهم. فانا هطلع الحفة دي في الشمس برا، وهعمل السراير، وهرجع لكم تاني. هي الارضيه زي ما انتم شايفين كده من اللي هو البلاط القديم ده، فاهمين؟ ودي السجاده اللي عندي انا فرشه فوق منها حافظه اهي، ودي السجاده. فرأيكم بقى اغسل السجاد فين؟ اغسله فين بالله عليكم؟ اغسله فين؟ في مكان اغسل فيه السجاده اهو، ده المكان اهو مفروش. والسجاده اصلا اللي عندي اللي هي الكبيره دي اللي هي تحت الحافظه دي ماسكه من الحيطه للحيطه، حتى كبيره على الحيطه. ولو طلعت غسلت على السطح
ال- الناس بيزعقوا عشان المية بتنزل في الشارع. المية بتنزل في الشارع وكده، فالناس بتقعد تزعق عشان الشارع بيبقى غرقان مية. فمش عارفة والله لسه، انا هبقى اغسل السجاد فين، فهخلص بس الأوضة وهرجع لكم تاني. هطلع الحفة دي برا في الشارع برا، في الشمس برا قصدي، في الشباك كده، طلعهم في الشباك. كان ابني بينام هنا على المرتبة اللي هي على الأرض دي، فبعدين بيقول لي يا ماما أنا بقيت أسمع وأنا بنام هنا على السرير ده، فالوقت قعد بينام معايا جنبي عشان السقعة وكده. بس لما الصيف يطلع هتلاقوا كل واحد بينام لوحده. كل واحد بيدور على حتة يجري فيها، لو طلنا ننام في الشارع هننام في الشارع في الصيف يعني. الحيطة عمالة بتعمل جير وبتبهدل الدنيا. يلا الحمد لله، الحمد لله رضا ونعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا عايشين فيه، وان ربنا يدينا الصحة ويدينا القوة، وان احنا نكون كويسين وصحتنا حلوة بالدنيا وما فيها. ياما ناس كتير كان عندي محدش بيدوم على حاله، لا اللي معاه بيفضل معاه ولا اللي ما معاهش بيفضل ما معاهش ولا اي حاجة. احنا نحمد ربنا كده سبحانه وتعالى على كل حاجة، وعلى النعمة اللي احنا فيها، نعمة الصحة
وكل حاجة. فادعوا لي كده ان ربنا يعدي الايام اللي جايه دي يا رب على خير، لان في حاجات كده هتحصل الايام اللي جايه، ونفسي ان ربنا يعديها كده ويعمل لي اللي انا يعني يحقق لي اللي انا عايزاه، يعني ان ربنا يحقق لي اللي انا عايزاه. فادعوا لي كده ان ربنا يسهل لي الامور وييسر لي كل شيء، وتكون الايام اللي جايه حلوه. بس فاني هكنس بقى. تمام. المقشه اهي، بحب اكنس بالمقشه اللي هي البلح دي اللي هي بتاع النخل. عفوا معلش. فبحب اكنسبها يعني، فهكنس بقى واخلص عشان الفيديو برضو ما يطولش. فان كان الفيديو بتاع النهارده عجبكم وادعوا لي كده، واللي ما اشتركش يشترك في القناه، مش امر ولا حاجه، لا ده تكرم وفضل منكم ان اللي ما اشتركش يشترك. وانا بحبكم أوي 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 في الله. ويلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا مع السلامه. باي باي.